تخيل معايا كده ان انت في وسط سوق كبير جدا، في تجار وفي ناس بتبيع وتشتري. في تاجر واقف بينادي، وفي تاجر قاعد فارش مستني ناس تجيله، وفي تاجر تاني بيدي عينات علشان الناس تجرب المنتجات بتاعته. تفتكر مين اكتر واحد ممكن يبيع فيهم؟ تفتكر مين اللي هيروح وفي جيبه الكاش بشكل فعلي؟ تفتكر هما بيسوقوا ازاي؟ تفتكر هما بيخاطبوا مين؟ ده بكل بساطة التسويق. هنعرف ايه هو التسويق بشكل فعلي، وهنعرف ايه هي البيزكس اوف ماركتنج، ايه هي اساسيات التسويق، وهنعرف التي او بي، التايب اوف بزنس، ايه هي انواع البيزنس، الفرق ما بين البي تو بي والبي تو سي والسي تو سي والبي تو جي. ده بكل بساطة اللي هنعرفه وهنفهمه في السيشن ده. يلا بينا نروح على الشاشة ونبدأ في الليسون واحد. طيب، الوحدة الأولى بتتكلم عن إيه؟ الوحدة الأولى بتتكلم على الماركتنج باث، زي ما أنت ما شفت كده في المقدمة بتاعت الفيديو. الماركتنج باث دي هتكون الطريق اللي أنت هتمشي عليه. يعني الوحدة الأولى المفتاح بقى بتاعت الطريق ده، هي اللي هتوديك على بالظبط الماركتنج أو طريق الماركتنج، هي اللي هتوسع المدارك بتاعتك وهتفهم أكتر عن علم التسويق. دي باختصار الوحدة الأولى. الليسون الأول هنتكلم فيه عن حاجتين مهمين جدا: البيزنس والماركتنج. الماركتنج بيزكس، ايه هي اساسيات التسويق، ايه هو التسويق اصلا، ايه هي اهميته، تمام، هيفيدني في ايه، ايه هي انواع البيزنس المختلفة، ازاي اقدر اوظف التسويق في كل بيزنس من ده كله ان شاء الله هيكون موجود في الليسون ده. ايه هو التسويق؟ اول حاجة هنتكلم عليها، التسويق ببساطة مش مجرد ان انت بتبيع منتج او خدمة. يعني مش بمجرد ان انت فاتح محل او ستور بيبيع موبايلات يبقى انت كده بتسوق. انت ممكن بتبيع ستور او فاتح محل ستور اوريدي وبتبيع يا دوبك مقتصر بس على الناس اللي ماشيه في الشارع. كمنك انت عندك مكان كويس، مثلا سوق في سوق، او اللي ربنا كرمك بمحل مثلا في سوق من الاسواق الكبيره، او شارع مزدحم، او شارع فيه ناس كتير، وربنا كرمك بمحل يعني من المحلات اللي هناك، يبقى انت كده بتسوق. انت كده بتسوق بس من خلال حاجه واحده بس، الا وهي البليس، وده يعتبر جزء من الماركتنج ميكس اللي هنتكلم عليه ان شاء الله. ولكن انا هنا بوريك وبفهمك ان التسويق مش مجرد ان انت بتبيع منتج او خدمه، او مش مجرد ان انت بتبيع في مكان كويس، او مش مجرد ان انت سعرك كويس. لا، التسويق ان انت تفهم العميل بتاعك، مين العميل اللي انت بتشتغل عليه، مين هو اصلا، وتعمل قيمة حقيقية ليه. يعني بكل بساطة ان التسويق ده هو اللي بيصنع الفاليو بتاعت الايه، العميل. يعني بكل بساطة اللي انا عايزك تعرفه من التسويق هو انك انت لازم تدي قيمة. انت ممكن يكون عندك منتج كويس ولكن المنتج ده ما بيديش قيمة، ما بيفيدنيش بحاجة. ممكن مثلا يكون قيمة عند فئة معينة وانت بتوصله لفئة تانية، بالنسبة لهم ملوش اي قيمة. دي من ضمن الحاجات اللي انت لو فهمتها وادركتها هتعرف بالظبط البيزنس بتاعك بيبيع صح ولا لا. طيب، يجي هنا واحد بقى من اكتر الناس المؤثرة بشكل كبير جدا في علم التسويق والغني عن التعريف، الا وهو كاتلر. كاتلر بيقول لك ايه يا معلم؟ بيقول لك marketing is not the art of finding clever ways to dispose of what you make. It is the art of creating genuine customer value. اهو كاتلر اللي بيقول لك، الراجل ده طفره حرفيا في علم التسويق. قال لك التسويق ما هو الا فاليو، قيمه حقيقيه بقدمها للعميل. اهو التسويق ليس فن، طبعا الناس عشان اللي عندها عقده من الانجليزي، التسويق ليس فن ايجاد طرق ذكيه لتصريف ما تصنعه، بل هو فن خلق قيمه حقيقيه للعميل. وده يفتح لي مجال كبير جدا 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 عن التسويق. يعني كده التسويق ده هو بحر كبير، هو علم كبير. وده يوديني لنقطة مهمة جدا، ان التسويق هو اهم من التجارة نفسها. معلش كده قبل ما اقول لك ليه التسويق اهم من التجارة، اقول لك الفرق ما بين نوعين من التجارة. انا عندي التراديشنال كوميرس والديجيتال كوميرس او الاي كوميرس دلوقتي. التراديشنال وهي التجارة التقليدية، خلاص، بيع وشراء. طب الديجيتال كوميرس او الاي كوميرس وهي التجاره الرقميه. طب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ انا مش عايزك تعرف خالص فيها غير اتنين بس من الفروقات. الفرق الاول ان التراديشنال كوميرس اللي هي المحلات التجاريه اللي بتكون موجوده على ارض الواقع، وده اللي ببيع وبشتري منها، الستور اللي بتبقى موجوده اوفلاين. طب بالنسبه بقى للديجيتال او الاي كوميرس او التجاره الرقميه، هي اللي بتبقى موجوده في الستورز اونلاين.
زي امازون وزي نون. نفس النظام بالظبط في الماركتنج، في التسويق عندي برضو نفس النوعين، التراديشنال والديجيتال، نفس النظام، التراديشنال ماركتنج والديجيتال ماركتنج. وبهنا بقى اجاوبك على سؤال مهم، هو التسويق اهم من التجاره نفسها؟ دلوقتي بقى عندي الافلييشن، دلوقتي بقى عندي ان انا اقدر اسوق واخد فلوس كخدمه. يعني انا لو بقدم خدمه تسويق بس اقدر من خلالها اخد فلوس من خلال الخدمه دي. ظهر كتير جدا من الافلييشن ويب سايتس زي تاجر او زي اي منصات تانية. باختصار كده الناس اللي ما تعرفش عليه الافلييشن ده احنا طبعا ان شاء الله هنتكلم عليه في الليسونز اللي جايه. الافلييشن ده بكل بساطه انك انت بتسوق بالعموله، بتجيب منتج والمنتج ده بيكون عليه نسبه من الربح، بتسوق بس المنتج ده، اهو بتسوق وبتاخد الايه الكوميشن بتاعك او النسبه بتاعتك. عرفنا بقى ليه ان التسويق اهم من التجاره. انا عايز اعرف الفرق ما بين التراديشنال والديجيتال ماركتنج، ده مهم جدا. ده مهم جدا. معلش خليني بس اعمل درو بسيط كده معانا علشان نوضح الدنيا اكتر. تمام. عندك مثال، خلينا باللون الازرق بقى عشان احنا هنتكلم على مثال يعني من الامثله اللي الناس بتشهد بيها في الفتره الحاليه، الا وهو بلبن. بلبن اول ما جه انطلق في الديجيتال، في الديجيتال ماركتنج. هو سبب شهرته على فكره هو الديجيتال ماركتنج. الراجل اهتم بالكونتنت، الراجل اهتم بالكرياتيفيتي بتاعته، الراجل عمل طريق كامل يمشي عليه، تمام، من خلال الايه الديجيتال ماركتنج. حلو الكلام، حلو الكلام. بعد كده يا باشا انتقال للتراديشن، تمام، اللي هو بدأ يعمل اعلانات على التلفزيون، حلو، على تي في ماركتنج. بدأ يعمل طبعا بنرات في الشوارع، تمام. فدي من ضمن برضو الحاجات اللي او الامثله اللي هتوضح لي الفرق من نفسك. انت دلوقتي عرفت الفرق خلاص ما بين الديجيتال والتراديشنال، يبقى ده يوديني يا معلم لايه؟ يوديني الفرق الكامل ما بين التراديشنال والديجيتال. التراديشنال خلينا نقول مثلا مثال، احنا لو دلوقتي بنعمل او في اعلان معروض على التلفزيون، تمام، خلاص ده بنسميه التسويق التقليدي. هل في امثله تانية؟ عندك الاعلان على الراديو، دي من ضمن برضو دي من ضمن التراديشنال ماركتنج، تمام. الاعلان في البرنات على الشوارع زي ما قلنا تراديشنال ماركتنج، الاعلان في الجرايد تراديشنال ماركتنج، تمام. طيب لو جينا شفنا اعلان تاني، مثلا اعلان معروض على الانستجرام بالشكل ده، تمام، ده كده بنسميه الديجيتال ماركتنج. خلاص اعلان موجود على السوشيال ميديا، خلاص يبقى على طول اوريدي بنقول عليه الديجيتال ماركتنج. طب خليني كده اعرف فرق يعني برضو انا دلوقتي لسه متلخبط في حاجات كتير برضو بسمع عنها السوشيال ميديا، وفي حاجات تانية بسمع عنها اكتر عن الديجيتال ماركتنج، ممكن اتلخبط ساعتها ما بينها وما بين الديجيتال ماركتنج او التراديشنال ماركتنج. اوجهك للصفحه دي. التسويق التقليدي اللي بيكون موجود على التلفزيونات، اللي بيكون موجود على الراديو، بيكون موجود على جرايد. التسويق الرقمي بيكون موجود في البيد ادز، وبيكون موجود في السوشيال ميديا ماركتنج والاس اي او. اللي ما يعرفش الاس اي او اللي هو السيرش انجن اوبتمايزيشن، وهي الكلمات المفتاحيه او تحسين محركات البحث من خلال الكلمات المفتاحيه، تمام. ده كده بكل بساطه فئه من فئات التسويق الرقمي، او طريقه من طرق التسويق الرقمي، او قسم من اقسام التسويق الرقمي. طيب ايه هي بقى الحاجات اللي ممكن نتكلم فيها، يعني الفروقات اللي ممكن تكون موجودة بقى بشكل كبير وتفرق معايا كصاحب بيزنس؟ اولا كده التكلفة في التسويق التقليدي دلوقتي مرتفعة بشكل كبير طبعا. اعلان على التلفزيون، اعلان او بانر في الشارع بيكلفني بشكل كبير جدا، عكس تسويق اعلان مثلا نعمله على الفيسبوك او اعلان نعمله على الانستجرام. دلوقتي ما شاء الله الاعلانات ممكن تكون بتوصل ممكن ادفع 100 جنيه في اليوم، ممكن ادفع 30 ريال و10 ريال لو انت شغال على السوق الخليجي في اليوم، حرفيا يعني فرق شاسع. انا الفنل عندي، لا الفنل يعني ايه فنل؟ تعال بقى قبل ما اقول لك الاستهداف والقياس ده لازم افهمك حاجه اسمها الفنل، تمام. اولا الفنل هو عباره عن مثلث مقلوب بالشكل ده كده، تمام. لو تلاحظ بيكون واسع من قدام من فوق وضيق من تحت، لا مؤاخذه احنا اسفين جدا على المثال ده، ولكن هو ده الفنل. تمام. الفنل بيكون واسع من فوق، تمام. اولا كده الفنل ده بيكون ليه انواع كتيره جدا وبتختلف على حسب البيزنس.
كل بيزنس وبيكون ليه الفانل الخاص بتاعه. ولكن الفانل هنا انا بتكلم ليه في الفانل دلوقتي؟ علشان هو بيختلف اختلاف تام ما بين التسويق التقليدي في الاستهداف والتسويق الرقمي. المعلومه دي على فكره ناس كتير ما تعرفهاش، حتى الناس اللي هي فاهمه في التسويق ما يعرفوش المعلومه دي. طب ازاي؟ اولا كده الفانل عندي هنا بيكون عام، زي ما قلنا الاستهداف هنا ايه بيكون عام. الله، يعني الفانل عندي واسع، يعني انا ممكن اوصل لمليار شخص، او خلينا نقول مليون شخص مثلا في يوم. معلش، هي مليار، ممكن تبقى مليار عادي، تمام، ممكن اوصل لمليار شخص في يوم. ده بالنسبه ايه؟ ده بالنسبه لاعلانات التلفزيون. شوف دلوقتي اعلانات اللي بتيجي على ام بي سي مصر، او الاعلانات اللي بتكون موجوده مثلا على ابو ظبي الرياضيه. شوف على القناه الاعلانات اللي بتيجي على بين سبورت مثلا، الناس اللي بتتابع قنوات رياضيه، اعلانات بيبسي، تمام. دي كلها حرفيا حرفيا بتوصل لعدد كبير جدا من الناس، تمام. فده كده راس الفنل عندي بتبقى بالشكل ده. بص يعني انا لو جيت رسمت الفنل، الفنل واسعه جدا جدا من هنا، يعني هي بتبقى واسعه في العموم، ولكن في التراديشنال ماركتنج عامه بتكون يعني بشكل كبير. ازاي بقى يعني العميل، او ازاي هم بقى يعني الشركات دي بتستفيد بشكل مادي؟ الفنل بتاعتهم بتكون معقده شويه وتبقى كبيره، تمام. انا مش عايزك تشغل بالك دلوقتي بالفنل، ولكن ان شاء الله باذن الله في السيشنز اللي جايه هنشرحها بالتفصيل. اللي انا عايزك تفهمه بس ان انا عندي الفنل مقسمه الى ثلاثه: واحد، اتنين، تلاته، يعني ثلاث حاجات اساسيه. اول حاجه مرحله الاويرنس او مرحله الوعي، ودي بكل بساطه اللي بتفهمك او اللي بتوعيك او الناس اللي بتسمع عن البيزنس بتاعك. انا سمعت والله العظيم ان مثلا عمر عنده محل موبايلات وبيبيع تليفونات، بس هل انا رحت اشتريت؟ لا، ما رحتش. نيجي هنا للمرحله الثانيه وهي مرحله الكونسيدريشن. خلاص انا عارف ان عمر بيبيع تليفونات، ومريت على المحل بتاعه ورحت سالت على الايه رحت سالت على الاسعار، وكنت كده خدت لي لفه حلوه كده في المحل، تمام. انتقلت للمرحله الثالثه، بعدها جيت بعد ثالث يوم قلت لا، ده انا لازم اروح اشتري جراب عشان التليفون بتاعي ملوش جراب. حلو. وبنيجي هنا المرحله الثالثه وهي مرحله الايه الشراء، البارشيز، اللي هي بقى الايه اللي بنسميها الاكشن. شفت بقى؟ شفت؟ ده كده الفانل بتاعتي. حلو. هل احمد بس اللي ممكن يمشي بالفانل ده؟ لا. اولا كده لو انا عندي 5 فوق هنا في مرحلة الفانل، هيكون عندي 2 في قاع في منتصف الفانل، هيكون عندي 1 في ايه؟ في قاع الفانل. يعني الفانل بيقل تدريجيا على حسب الايه؟ على حسب المرحلة اللي بيمر بيها. ده كده بكل بساطة الفانل، وابسط يعني ابسط حاجة ممكن تعرفها عن الفانل. هل الفانل بيتشابه مع كل البيزنس؟ لا، يعني على حسب كل بيزنس بيكون ليه ايه؟ بيكون ليه الفانل بتاعته. حلو. طيب، بنتوجه بقى عن حاجة مهمة جدا وهي التي او بي. التوب ده يعني ايه؟ مش فاهم. التي او بي هو التايب اوف بزنس، يعني انواع البيزنس. انا دلوقتي كصاحب بيزنس اقدر احدد البيزنس بتاعي ازاي؟ تمام. ليه انا لازم احدد التايب اوف بيزنس بتاعي؟ اولا كده علشان اعرف الفئة اللي انا بكلمها، علشان اعرف ابني الماركتنج ميكس بتاعتي، ابني الفانل بتاعتي. مش هقدر اخد خطوة حرفيا كده في التسويق غير لما اعرف التايب اوف بيزنس بتاعي. عندي 4 اساسيين وموجودين بشكل فعلي على الواجهة او الكرة الارضية عامة، تمام. في عندي البي تو سي، والبي تو بي، والسي تو سي، والبي تو جي. الله، ايه الكلام المعقد ده؟ انا عايزك تركز معايا كده في مثال عملي بسيط علشان اوضح لك الفرق ما بين التي او بي المختلفين، وعلشان الموضوع يكون سهل بالنسبه لك وبسيط ومن غير اي تعقيدات، وانت من نفسك هتعرف الفرق ما بينهم من غير حتى ما انا ما اقول لك. خلينا نفترض ان في 4 اصحاب، واحد اسمه سعيد، وواحده اسمها مريم، وواحد اسمه حماده، وواحد اسمه خالد. خلينا نبدا بمين؟ خلينا نبدا بسعيد. سعيد ده راجل برنس وقال لك انا عايز افتح مشروع ويكون مشروبات، والمشروع ده هيكون كشك بسيط في الجامعه وهبيع الايه؟ المشروبات دي للطلاب. جيت مريم قالت تمام، انا هفتح مصنع، والمصنع ده هيجمع لك الماتيريال بتاعتك او هيصنع لك الماتيريال بتاعتك زي الكوبايات، الشاليموهات، الماتيريال الكشك بتاعك عامه. دي كده مريم.
جه حماده قال لك لا يا عم انا مش عايز وجع دماغ، انا عايز اقعد في البيت ويدخل لي فلوس وانا قاعد في البيت. قال لك انا هعمل جروب على الفيسبوك وهعرض المنتجات على الجروب، وانت بقى يا باشا ايه اديلي الكوميشن بتاعي. ده مين؟ ده حماده، من اسمه كده راجل مطريها. بعد كده يا باشا جالك مين؟ جالك خالد، قال له انتوا بتعملوا ده راجل يا باشا، انا ابويا لواء و... وعيلتي كلها في الشرطه، لا انا راجل انا عايز ادي الخدمه بتاعتي للحكومه. فبالتالي خالد قال لك انا هفتح مشروع كامل يعمل كل الحاجات اللي انتوا بتقدموها، بس هقدمها للحكومه. تعالى كده نرجع بقى فلاش باك كده من اول سعيد. سعيد قال لك ايه؟ انا هفتح كشك، يبقى هو كده بيزنس، وهبيعه للطلاب، يبقى مستهلك، يبقى بي تو سي، بيزنس تو كاستمر. اتنين، البيزنس التاني وهي مريم. مريم قالت انا هفتح مصنع، يبقى بيزنس، وهبيع مين؟ هبيع الشاليموهات والكوبايات والكلام ده كله لمين؟ لسعيد، يبقى بيزنس تو بيزنس. بعد كده حماده قال لك انا هفتح جروب وهبيع القطع على الجروب، يعني كاستمر تو كاستمر، سي تو سي. بعد كده البي تو جي وهو خالد بيبيع للحكومه او شغال مع الحكومه عامه يعني، وكده بنسميها البي تو جي. ده باختصار انواع البيزنس المختلفين في مثال بسيط وعملي. انت كده خلصت الدرس الاول وهو الماركتنج اند بيزنس. ان شاء الله استناك في الليسون اللي جاي.